السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة بقى غدوة سهلة جدا ومش مكلفة خالص. ممكن تنفع فطار او غدا او عشاء زي ما تحبي. اول حاجة هنجيب هنا مع بعض الطاسة ونحط فيها شوية من الزيت. بسيبه يسخن كده وبكون مخرطة بصلاية. عايزين طبعا تعرفوا ايه الغدوة اللي احنا هنتغداها. سهلة قوي ومش هتعدي معاكي ال10 جنيه بالظبط، بالبصل والطماطم والفول. غدوة ب10 جنيه، حلوة قوي وسهلة. هنعمل مع بعض النهاردة الفول بالطماطم بطريقة سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. هحط بقى البصل كده يتحمر كده وياخد لون بسيط كده. تمام. اهم حاجة احط شوية من الزيت كويسين علشان الفول يبقى طالع معاكي حلو ومظبوط. لما البصلة توصل للتتبيلة كده، تبقى متبلة كده، هبدأ انزل بيها عليها بشوية من الفلفل الاسمر وشوية بهارات وشوية من التوم. انا مخرطاه مش دقاه ولا فرماه، بحب كده طعمه يبقى باين في الفول. شوية من الفلفل الاسود. لو انت جديدة على القناة ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ولو انت من الحلوين اللي معايا من زمان القدام حبايبي، تسيبيلي تعليق كده حلو واثبتي وجودك معايا بيه وقوليلي انت من اي بلد. بعد كده بقى خرطت الطماطم. انا بحط الفلفل الاخضر في الاخر علشان ما يمررش في طعم الفول، ما يمررش في الاكل. نزلت بالطماطم مقطعاها مكعبات بسيطة جدا. غطيتها بقى لحد ما ابتدت تتسبك كده معايا، وهحط عليها كوباية او نص كوباية من المية، وهغطيها تاني وهسيبها تتسبك معايا حبة حلوين كده لحد ما الطماطم بتاعتي تدوب في قلب المية كده وتنزل الصوص بتاعها. وشوية بقى كده من الكمون. الفول يا جماعة بيحب الكمون جدا. وفي الاخر هنزل بقى بقرن فلفل اخضر متخرط صغير على الصلصة بتاعتي كده اللي هي الطماطم، وهسيبها برضو لما يعني تاخد قلبتين كده مع بعض. وابدأ بقى احضر الفول بتاعي. عايزة اقول لكم ب5 جنيه فول عمل لنا يعني حبة فول بطماطم تحفة. انزل بقى بيه كده وابتدي بقى افككه في قلب الصلصة. بعد بقى ما بفكك الفول معايا كده وادخله في الطماطم، بغطي عليه واسيبه يتسبك شوية كده مع الطماطم، وبيبقى بقى ايه احلى طبق فول يستاهل بقك. ينفع فطار غدا عشاء زي ما تحبي في الايام الجميلة اللي احنا فيها دي. وجبة موفرة وحلوة جدا، طعمها جميل. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم في التعليقات. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.